المسلسل ده جه لقطة استفزتني جدا وعاوزة أقول عليها حاجة نصيحة بعد كده، بس أقول لكم اللقطة الأول. إن واحد آه، خلى جوز أخته يكتب له كل حاجة باسمه. أكيد عارفين الفيلم ده، المسلسل ده، تمام. فهو راح لأخته، طردها من البيت، تمام. وإيه بقى، جايب لها رجالة يطردوها. اللي هو انت ايه ده، انت مش خايف على عرضك يا اخي ان حد يلمسها؟ غريب، ايه ده، ايه القرف ده؟ دي اول حاجة غلط. تاني حاجة ان هو طرد اخته من البيت. طبعا لو هتكلم على الغلط في التعامل مع اخته وجوز اخته وهكذا، فالغلط كتير. الحكمة يا جماعة اننا لما بنشوف الحاجات دي كتير في بيوتنا، سواء واحد ضرب اخته، واحد طرد اخته من البيت، واحد مثلا بيقتل حد، واحد عمل حاجة تغضب ربنا، واحد مصاحب، واحد كذا واحد كذا، مخنا بيتعود عليها، مخنا بيشوفها حاجة عادية. كان في حادثة حاصلة، معرفش في محافظة ايه، بس الولد كان بيسمع فيلم رعب، ففيلم الرعب ده طبقه على واحد صاحبه اللي هو قتله وقطعه في كيس. اعتقد يعني انتوا عارفين الحكاية دي. ليه؟ هو اتعود على المشهد. فهيبقى انت بقى بتسمع واحد طرد اخته والكلام الفاضي ده، او واحد مثلا مصاحب بنت فائي لما يصاحب، فانت بقى ايه، تفضل تسمع الحاجات دي واحدة في واحدة، فعقلك يتعود عليها، فتقول ايه، طب فيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ زي مرة واحد مصور واحد بيقتل واحد ماسك باين وماسك راسه في، معرفش في محافظة ايه، ده حقيقة، وبيصوروا عادي. اللي هو ايه ده، انا متعودة على المشهد، شايفه قبل كده، فبالنسبة لي عادي. اما اصور شخص بيقتل شخص، ايه لي عادي. برضو في حاجة تانية، بنت كانت بتسمع ومسلسل فيه شذوذ بقى والكلام الفاضي ده، تمام، فاتعاطفت. وعادي، فيها ايه؟ ولذلك يعني يا جماعة، الحكمة ان انت لما تشوف الوقاحة وقلة الادب والحاجات اللي تغضب ربنا سبحانه وتعالى كتير 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 وتتكرر على بالك كتير، هتتعود عليها. هتشوفها عادي. فيها ايه لما طرد اختي من البيت؟ فيها ايه لما اخد ورثها؟ فيها ايه لما اضرب او اعلي صوتي على امي؟ فيها ايه لما صاحب؟ فيها الكلام ده كله. واخدين بالكم؟ عاوزين صلاح الدنيا والاخرة، اسمعوا قرآن، تعلموا السنة، تعلموا علوم شرعية. صدقني انت لو حطيت اصلا في يومك وقت للقرآن والسنة، وانك تتعلم دينك وتعلم ولادك وتروح شغلك وتروح مدرستك وتروح جامعتك، مش هيبقى فيه وقت للسوشيال ميديا، سواء تيك توك او شاشة في البيت او الكلام الفاضي ده كله. هتكون بجد عبد مسلم، صح؟ يعني صراحة يا جماعة، هما مش بيقدموا لنا حاجة عدلة، تمام؟ احنا بالنسبة لهم سلعة. انت مشاهد، تمام، فما بتكسبش حاجة غير ان انت ضيعت وقتك، ضيعت فروضك. لو المسلسل في رمضان فانت ضيعت رمضان عندك. بس المهم انت كسبتني ايه، كممثل او كمخرج او كمنتج ايا كان، كسبتني ان المشاهدات عالية على التطبيق، او مشاهدات المسلسل ده عالية، فبالتالي المسلسل هيفوز بجائزة كذا كذا لانه اعلى مسلسل في المشاهدات. فانت بالنسبة لهم مشاهد، شخص بتعلي نسبتهم او نسبة الارباح بتاعتهم او نسبة اي شيء ان كان. فانت مش كسب حاجة، لا قيمة معنوية ولا قيمة تعليمية ولا اي شيء خالص خالص، غير ان انت اخلاقك بتبوظ، فطرتك بتفسد، كل الحاجات الغلط، فاهم؟ اي حاجة وحشة بتحصل لك بسبب الحاجات اللي انت بتتفرج عليها. ليه؟ لان عقلك بيتعود عليها. ولنقل بقى ان انت سمعت قرآن، عرفت ازاي تحترم والدتك، عرفت انك تصاحب بنت او تكلمها على الشات حرام، فبالتالي كل ما تتكرر عليك الحاجات الصح واللي انت اصلا اللي هي مفروضة عليك، والحاجات وعارف الحاجات الحرام، فبالتالي انت مش هتعمل الحاجات الحرام. لكن لما كل شوية تتكرر عليك موقف غلط بيحصل في التلفزيون، على التيك توك، على اي شيء، فانت هتعمله، هيكون ايه ده، طب عادي، طب ما اعمله. واخدين بالكم؟ ولذلك اعرف نوعية المحتوى اللي انت بتشاهده، هل بيرضي ربنا سبحانه وتعالى ولا لا. والله يقدم لك حاجة علمية، تمام، ما فادكش لا دين ولا دنيا، ما تسمعهوش. واخدين بالكم؟ برضو ما تركزش على الدنيا قوي لانها فانية. واقسم بالله لو عرفت دينك والله انت هتنجح في الدنيا والله، وهتنجح في الاخرة لو عرفت دينك ومشيت عليه. ليه؟ لان دينك
ده ديني يا ابني، احنا نشرنا الإسلام في كل الدنيا دي. فتعلم دينك، لأن دينك هو يعلمك ازاي تكون شخص سوي نفسيا، يعلمك ازاي تكون شخص قائد، يعلمك ازاي تكون شخص مع مراتك ازاي تعاملها، مع أولادك ازاي تربيهم. الدين هو كل شيء، الدين هو الحياة. لا مفيش حياة من غير دين، واخدين بالكم؟ يعني الدين هو الحياة. فلذلك تمسكوا بدينكم، تمسكوا بقيمكم، تمسكوا بمبادئكم، ما تخلوش الحاجات الوحشة تتكرر على عقولكم كل شوية، لأن صدقني هيجي وقت الحاجة دي بتتكرر كتير قدامي فهعملها فيها ايه، ما هي اتكررت. واخدين بالكم ازاي؟ حتى طبيا بيقولوا كده. ولذلك ركز جدا جدا على نوعية المحتوى اللي انت بتسمعه، واسمع اللي يرضي ربنا، يا ما تسمعش حاجة. بس يعني اسمع قرآن، سنة، اشغل وقتك بما يرضي الله سبحانه وتعالى. دي كانت نصيحتي، وهو موقف مش عاجبني وقلت لكم حكمة عليه. إن أحسنت فمن الله، وإن أخطأت فمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربنا يهدينا جميعا يا رب.